الرسول عليه الصلاه والسلام كانه استاذ في كليه الطب. لما اقول لك ما تاكلش بصل وثوم يوم الجمعه، واحد يرد عليا يقول لي ما انا باخد لبانه. مش قضيه بقك خالص، قضيه ان هذا الغاز بينزل في القولون ويمتص ويطلع في الرئه في نفسك. مش قضيه لبانه خالص. ده انت بقك هيبقى ريحته بصل لمده 6-7 ساعات، طول ما بتهضم البصل في الامعاء وبيمتص الغاز بتاعه يمتص ويطلع في الرئه، ريحتك مش حلوه. فالرسول عليه الصلاه والسلام لما بيقول حاجه كانه استاذ في كليه الطب والله. فالقولون هينتفخ 3 احتمالات: اما ما بخرجش الغاز، واما ما بمتصوش الدم ما بياخدوش، يا اما بيتعمل كتير. طب ايهم اخطر يا دكتور؟ 23 جدا. 23. تعال خد لا يمتص. الدم بيمص الغاز اللي في القولون، تمام؟ لو الدم محتقن، يعني الدم محتقن ما يمصش. مثال هبوط القلب. تخيل ان مريض هبوط القلب ممكن يروح لدكتور يقول له انا عندي انتفاخ، لا بينهج ولا رجليه لسه ورمت ولا كبده كبر ولا اي حاجه. الدوره الدمويه بقى فيها مشكله. الدوره الدمويه في القولون عطلانه فما بتمصش الغاز، فالغاز يعلى. تخيل تليف كبد. تليف الكبد يبدا بانتفاخ. دي بالتالي اشهر حاجه. يبدا بانتفاخ قبل الاستسقاء. ليه؟ لان الدوره الدمويه متعطله فما بتمصش الغاز اللي في القولون.